اهلا بيكم معايا في فيديو النهاردة. فيديو مميز من تفريزات. هنعمل البرجر ده بنص كيلو لحمة بس. طلع لي كمية حلوة جدا بصراحة، طالع زي الفل واحلى من بره مليون مرة. عايزاكم كده النهاردة ان شاء الله الفيديو يعجبكم، تعملي الطريقة ويعجبك، وتنسينيش باللايك والشير وسبسكرايب. يلا نروح معانا على المقادير. احنا معانا نص كيلو من اللحمة، هتحطي على نص كيلو 100 جرام من الدهون. تمام. هنحط شوية من الكزبرة، شوية من الكمون، شوية من مطحون الحبهان على ورق الغار أو اللورة، شوية من الفلفل الأسود، توابل برجر اللي هي الجاهزة دي اللي في الأكياس في السوبر ماركت، 3 معالق كبار من البقسماط، 3 بصلات، 2 ظرفين كاتشب، 50 جرام من بروتين الصويا. البصل يا جماعة بنعصره في البرجر، ما نحطوش بالمية بتاعته طبعا. أنا عصرته أهو بالشكل ده. كانوا 3 بصلات وسط. 50 جرام انا بس بقول لكم ان هو قد الكوبايه المعياريه دي اللي هي الكوب، او مش عندك الاكواب المعياريه هتحطيه في كوبايه العصير الصغيره، بقى في شوب عصير كده رفيع هو قد ده. انا بوزن لكم بس، انا خلاص حطيته في الطبق الكميه ونقعاها، انا بس بوريكم ان انا حاطه قد الكوبايه دي، عامله بس 50 جرام. زي ما قلت لكم قبل كده كنت عامله معاكم فيديو السجق، كان اللي حاطه برضو عن نص كيلو 50 جرام، قدامك لغايه 8 كيلو يعني 125 جرام، ما تزوديش عن كده على النص كيلو. يعني الكيلو ياخد منك ربع كيلو من البروتين. الكوبايه دي عامله 50 جرام. انا عصره البصل زي ما قلت لكم، وهنحط كل المكونات معانا، والبيضه، ظرفين الكاتشب، او تحطي معلقتين كبار من بتاعه الاكل كاتشب. بجد يا جماعة الحاجات الفروزن دي زي البرجر، الكوفت، الحاجات دي كلها اعمليها في البيت احسن وانضف. انتي جايبة اللحمة، جايبة كل المكونات بايدك، عارفة انتي حاطة ايه. حط البيضة. انا نسيت اقول لكم على معلقة صغيرة من البيكنج باودر، انا بحطها مليانة بس انا نسيتها في الفيديو. هتحطي 3 معالق كبار خالص من البقسماط. معانا بقى التوابل بتاعتنا. لا دي حاجة زيادة كده، انا كنت حطاها هي غلط في التوابل، كنت بعمل حاجة تانية. دي كمون. بصوا يا جماعة بقى، الكمون والكزبرة دول أصدقائي في المطبخ بصراحة، بيظبطوا بيوزنوا أي حاجة انتي بتتبليها. بجد ما تستغربيش ان انا حاطة كزبرة وكمون، مش هتحسي بطعمهم بس هيدوكي طعم تستعلي قوي. ده برضو اللي هو مطحون ورق اللورة على الحبهان، بستخدمه في اللحوم كلها، برضو بيخليه تحفة. ده شوية الفلفل الأسود، توابل اللحم، أوريجانو. قلنا الاوريجانو اللي هو الايطالي، زعتر الايطالي اللي بيتحط في صوص البيتزا. دي اللي هي توابل البرجر الجاهزة اللي في سوبر ماركت، متوفرة في كل مكان. وده شوية الملح. خلي بالكم توابل البرجر دي بيبقى فيها ملح، انا حاطة من توابل البرجر معلقة كبيرة ممسوحة. ده احنا نقعينه في شوية مية. هنقلب كل المكونات مع بعض. ما عندكيش كبة، ابدأي اعجني بايدك على قد ما تقدري لغاية ما تتجانس كويس جدا. لكن انا هطحنها معاكم في الكبة، هديها كام لفة كده على اساس مثلا
يعني كل حاجة تشرب من بعضها كده، الطعم يخش في بعضه كله. مش عندك ابدأي اعجني فيها على قد ما تقدري. شايفين معانا بقى النص كيلو ادانا كمية حلوة جدا. انا هعجن كده، هطحن معاكم كده جزء وهكمل انا الباقي. ومعانا بقى خلطة البرجر يا جماعة، ما ينفعش تقومي عاملاها كده تجهزيها وتبدأي تشتغلي فيها على طول، ما ينفعش. لازم تسيبيها قد ساعة في التلاجة، لازم لازم لازم، بأكد عليها، هتفرق معاكي كتير في الطعم. تاخديهاش وتشتغلي على طول. هي بالشكل ده. انا بقى اكمل الكمية وزي ما قلتلك بعد ما تطحنيها كويس او تخلطيها هتسيبيها ساعة في التلاجة اهي بالشكل ده. انا معايا الاسطمبة بتاعة البرجر دي على فكرة موجودة في كل المحلات اللي فيها الادوات المنزلية. انا كنت جايباها بامانة من سنتين، كانت تقريبا ب24 جنيه، يعني انا مش عارفة هي دلوقتي بكام. مش عندك هتجيبي اي حجم غطا برطمان عندك بتحبيه، عايزه تعمليه كبير تعمليه صغير. ده كان كبير، انا بصراحه يومها كنت عايزه اجيبه اصغر شويه، بس هو ده المقاس اللي انا لقيته. ده قد الكيزرايه الكبيره تقريبا. الاسطمبه ده هي بتاخد قطعه 100 جرام تقريبا، او لو هتعمليه رفيع، برجر رفيع بيبقى 80 جرام. برجر حلو وحجمه كويس بيبقى 100 جرام، لان انا بعمله للشغل فبوزن حجم الكرات عندي على الميزان، فبقولك بالظبط. تحطي اكياس تلاجة كده فوق وتحت وتبدأي تكبسي. ما اقولكيش بقى، هو نص كيلو طلع معايا من القطعة دي 16 قطعة، من القطعة الكبيرة دي قطعة كبيرة رفيعة رفيعة. مش في برجر بيبقى رفيع وسميك في السوبر ماركت، ده 16 قطعة رفيعة. انت لو تعملي بغطا برطمان عندك اصغر هيطلع لك فوق الحاجة 20 قطعة، ما شاء الله تبارك الله، من النص كيلو. وزي ما قلت لك نوع قطعة الدهن اللي هتحطيها تفرق معاكي كتير في الطعم. يا تحطي قطعة دهن دوش، قطعة دهن اللي هي المنديل، قطعة دهن اللي هي اللية. عندك 3 اختيارات، عندك اي حاجة من دول هتبدأي تحطيها على اللحم وتفرميها معاه. اعملي بقى البرجر، انا هكمل كل الكمية. اعملي البرجر، يبقى عندك الخير في الفريزر. اعملي السجق عندك على القناة أنا عاملاه. اعملي برجر، تفريزات لحوم حلوة جدا، هتوفر معاكي وقت ومجهود، خصوصا احنا قبل رمضان بتجهزي في حاجات لرمضان وكده، يبقى عندك كده غدوات سريعة كده في الفريزر عندك. بألف هنا والشفا، اعملوه ان شاء الله يعجبك. اتمنى وصفة البرجر تكون عجبتك. ما تنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب، ده بيرفع معايا القناة وبيخلوني بتشجعوني اني اعمل لكم فيديوهات احلى واحلى.